السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا ليا أكتر من أسبوعين دلوقتي ما جانيش ولا أعزب واحد بس. تخيل، كل اللي بيجيني للأسف إما مطلق أو في طريقه إلى الطلاق. إزاي؟ هو في مشاكل بينه وبين زوجته، وهي رفع عليها قضية ومش راضية تتطلق عند مأذون، ورفع عليها قضايا مش قضية. وهو طبعا عايز يتجوز، والمحكمة بتاخد وقت طويل. بس أنا حزينة أوي. أنا حزينة مش على الكبار، هم حرين، ده قرارهم. أنا حزينة على الأطفال اللي بيتحرموا من أبوهم. حرام ولا حلال؟ واللي أثر فيا أكتر وأكتر اللي ولادهم كبار في الجامعة. تخيلوا، يعني انتوا عشتوا مع بعض العمر ده كله، السنين دي كلها، وجايين بعد العمر ده كله تتطلقوا. طيب انت مش هتعيش قد ما عشت، ولا انت كمان مش هتعيشي قد ما عشتي؟ يعني انت استحملتيه العمر ده كله، كملي بقى ومفيش مشكلة، ملهاش حل. استحملي علشان ولادك شباب في الجامعة. البنت دي سنة والتانية هيجيلها عرسان. هتعملي ايه ساعة ما يجي لها عريس ما يلاقيلهاش اب يحط ايده في ايد العريس؟ ليه تعملوا مشاكل؟ المشكلة اللي بيننا وبين بعض يعني علشان نعمل في بعض كده مشاكل مادية، مشاكل أسرية. هيكون مشاكل ايه يعني؟ عارفة، لو كل واحدة دخلت كده اتوضت وصلت وقرأت القرآن وادعت دعوتين لجوزها ان ربنا يهديه لبيته وولاده، والله ربنا سميع مجيب الدعاء، وربنا ان شاء الله يفكها من عنده والحياة تستمر. ليه نحرم ولادنا مننا؟ ليه نخلي العيال فريقين؟ يا اما الفريق ده يا مع عند بابا تبع بابا، والفريق ده تبع ماما، وطبعا العيال هيكونوا تبع ماما، اما بقى بتحريض منها او ايا كان، الله اعلم. انا ما اعرفش طبعا ظروف الناس ايه، ربنا يهدي الجميع. بس الحكاية مش حكاية بابا وماما، الحكاية حكاية أسرة. لازم يكون في ترابط أسري. فين الترابط؟ فين؟ العيال بيبقوا منشقين نفسيا متدمرين، وانتوا مش حاسين العيال هم الضحية، حتى لو كانوا كبار. والله حتى لو كانوا كبار، حتى لو كانوا شباب. هو يعني الولد ما هوش عنده إحساس زي البنت؟ ما هو برضو شاب وشايف الحياة منشقة، أبوه في جنب وأمه في جنب، مش نافع. دي مش حياة. يا رب بس تراجعوا نفسكم. أنا والله عملت المستحيل مع كل واحد يجيني، أحاول إن أنا أصالحه مع مراته قبل ما أسجل معاه بياناته. بحاول أصالحه، يقول لي لا خلاص يا حاجة، هي الموضوع خلصان. ما أعرفش إيه ده، ليه؟ ربنا يهدي يا رب، يا رب يهديكم ويصلح حالكم، عمر بيوتهم يا رب، اللهم امين. والسلام عليكم ورحمه الله. متنسوش الاشتراك في القناه وعمل لايك ليصلكم كل جديد.